كتير متحمس انه انا اجربها. بتنجان ودى البرجر في حته تانية خالص. المصريين ما تركوا شيء الا ما عملوه. حكيت مع رفقاتي المصريين وسالتهم على اطيب برجر بمصر، فرشحوا لي ويلز. تقييم بناء على ذوقي الشخصي. تمام. اول شغله الباكينج خيالي. خلينا نشوف شو طلبنا. اول شيء عندنا هدول بيجوا مشروم. تمام. قطع مشروم مقليه، متحمس كتير انه ادوقها. وفي عندنا هون قطع الدجاج اللي هو بصوص البوفلو، هي انا من عشاقها. تمام. بطاطا اللي هي الوافل، اسمها بطاطا وافل. والكريمه صودا. هي البرجر اللي طلبتها انا ترافل. نازله جديده عندهم، خلينا نشوف شو فيها. تمام. فيها هون صوص الترافل وفيها المشروم. الصراحه انا كتير متحمس انه انا اجربها، والكم شو رايي. البرجر عالميه، يا سلام. الصراحه عالميه. لا، رفقاتي المصريين لما نصحوني ما كان عن عبث ابدا. هي قطع المشروم اول شيء نجربها بدون ما نحطها بصوص. بتنجان ودى البرجر في حته تانية خالص. هذا المشروم ما بعرف المصريين بيقولوا الله يبارك له، ما بيقولوا ما هيك، بيقولوا الطعم جامد جدا يا اسطى. الترافل واضح فيها كتير. قطعة اللحمة كبيرة. هو طبعا نحن قطعة اللحمة بنطلبها على حسب اختيارنا نحن. انا طالبها 200 جرام. هذا الكريمة صودا ما شفته بمصر ابدا غير عندهم. ما حدا بيعمل اي شيء شبيه له غير عندهم. خلينا نجربه. وقت تجربوه اول مره بتحسوا حالكم عم تشربوا كانه مشروب جراميل. عن جد عاطي هيك على طعمه الجراميل. انه القطع مثل ما هنن كلهم لحم، ما فيهم اي يعني بريدنج، ما فيهم بريدنج. هنن عباره عن قطع اللحم صافي، بجننوا حتى من جوا الشاشه. برجر انا ما عم بقدر. شايفين؟ شايف طعم المشروم كتير باين فيه. وصوص الترافل مبين كتير فيه انه واضح الصوص ترافل. انا اكلت صوص ترافل باماكن تانية ما بيكون هيك بهذا الجودة. خبز المستخدم. شايفين؟ انا لحد الان عم بستوعب انه كيف فطر قالينه بالزيت. المصريين ما تركوا شيء الا ما عملوه، ولما بيعملوا الشغلة عن جد بيبدعوا فيها. وهذا الصوص خطير. انا لحد الان ما جمعت شو هذا الصوص. تمام. انا من حلاوته لهذا الصوص جاي على بالي اشربه. ان شاء الله ما تكونوا عم تشوفوا الفيديو نص الليل وتدعوا علي. هذا كان الفيديو تبعنا اليوم. اللي عم يشوفني عن طريق اليوتيوب لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تشوفوا الفيديوهات الجاية، واكتبوا لي بالكومنتات وين بتحبوا الفيديو الجاي يكون. تحياتي لكم، لاخواتي المصريين اللي دلوني على هيك مطعم. عن جد عن جد عن جد خيال. المرة الجاية بقى اذا كان الفيديو بمطعم سوري، هي لعبتي انا اللي راح دلكم وانا اللي راح لكم وين تروحوا وتاكلوا. تحياتي لكم.